يا صباح الفل، صباح الياسمين والسعادة على أحلى أخوات في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا عليه يا بنات. عايزة أقول لكم جبت توم وكمون وملح وكزبرة وشوية شطة صغيرين وفلفل أسود وتوابل سمك وشوية كده من الشطة صغيرين، وبدأت إن أنا أجيب كده معلقة خل وأبدأ إن أنا أفركهم كده مع بعض. وعايزة أقول لكم جبت السمك البوري بتاعي ده، كان طبعًا هُم عندي حاطاهم في الفريزر من قبل العيد بكام يوم كده، فعملت لهم محلول نقع يعني اللي هو جنزبيل وملح ودقيق وليمون بقى وطماطم، شوية من الكمون كده، سِبتهم كده مع بعض كده خدوا يعني نقعة كويسة. وبعد كده زي ما أنتِ شايفة كده جِبت الصينية بتاعتي وجِبت شوية الخضار دول بدأت إن أنا أقطّعهم. عايزة أقول لكم كانت الصينية طعمها روعة، حتى لو تاكليها كده بالعيش، تاكليها كده مع الرز، بتكون الطعم بتاعها حلو. فزي ما أنتم شايفين كأنِك بتعملي سلطة كده. قطّعتهم كده زي ما أنتم شايفين، وعايزة أقول لكم الأكلة دي بتكون جميلة أوي، تعملي معاها بقى رز صيادية، رز أبيض. بس أنا طبعًا الرز بتاعي ما كانش كافة، كان عندي كوباية رز، فالمهم عشان أضاعفها يعني وكده، فقُمت رايحة عاملة لها بشعرية، لكن هو الموضوع مش ماشي مع بعضه. بس كان لذيذ يعني وعدّى اليوم يعني، لإن زي ما قُلت لكم الرز كان يعني ما لقيتش عندي رز يعني. فالحمد لله. فاتصرّفي يعني ما توقّفيش نَفْسِك على أي حاجة في الدنيا، ابدئي إن أنتِ إيه، اعملي اللي نِفْسِك فيه. طبعًا إحنا يعني الأسماك دي من يوم ما جيت هنا أصلًا ما أكلتش السمك مشوي، وأنا كنت متعوّدة إن أنا في الأسبوع باكل مرّتين سمك مشوي، لإن بصراحة بنحب السمك أوي. فقُلت بقى إيه، أطلّع السمك وأعمله بما إن عندي في الفريزر يعني وكده، أعمله بقى وإيه، وأنجز اليوم يعني وكده. طبعًا الواحد مشتهي لأكلة السمك تكون لذيذة. عملت معاكم الوصفة دي قبل كده مرّتين، ويعني إيه من فين لفين باعمل وصفة الصينية يعني دي. عايزة أقول لكم طعمها حلو، جرّبوها. حطيت كده شوية كده على الخلطة بتاعتي، وطبعًا ما زوّدتش لحد ما أشوف السمك هياخد معايا لحد إيه. فطبعًا تبّلته كده وزي ما أنتم شايفين طعّمت السمك كده بتاعي ملّحته، عشان برضك يكون واخد كده من ريحته وطعم التوم والتوابل، ويكون متملّح حلو. وبعد كده فضيت الباقي على الصينية وبدأت إن أنا أعملها بإيدِك كده، وإيدِك طبعًا نضيفة ومغسولة، وتبدئي إن أنتِ تنيّميه على جنبه كده عشان لمّا تحبّي تقلبيه يتحمّر يعني. أنا طبعًا سِبته كده، لإني أنا حاططها على النار على عين البوتاجاز، هو مش شرط تحطّها تحطّها في الفرن على طول، بس أنا حطيتها على عين البوتاجاز بحيث إن هي تنجز معايا يعني وقت. وساعة ما شربت المَيّة بتاعتها دخّلتها الفرن خدت وِش. عايزة تقلبي السمك اقلبيه، بس أنا بالنسبة لي كده حلو أوي. ليه؟ لإن طبعًا الجزء اللي فوق بيكون ناشف والجزء اللي فوق بيكون طري، فسِبتها كده. عايزة أقول لكم ريحتها بقى قلبت الدنيا بقى يعني اللي هو ريحتها ما شاء الله يعني عليها. عايزة أقول لكم سِبتها بقى كده على ما بدأت إن أنا إيه، أجهّز بقية الأكل بقى بتاعه وكده. طبعًا مش محتاجة سَلطة، لإن هي كده السَلطة بتاعتها منها فيها يعني وكده. عايزة أقول لِك لو كان عندِك بقى بقدونس أو كزبرة وحطيتيهم مع الخلطة دي، كانت هتودّي السمك في حتة تانية. طبعًا جِبت شوية المخلل اللي كنت جايباهم من أختي، وطبعًا الرز أهو اللي باقول لكم عليه، زوّدت عليه شعرية وكان زي الفل. وقعدنا كده سمّينا بالله وكانت لقمة بُصّوا تحفة. هنا بقى كان بُصّوا باقدّم بقى في الأطباق كده، جانا كانت بتصوّرني. عايزة أقول لكم سمسم بيقول: "هي هناكل سمك." بس يا بنات عايزة أقول لكم كان طعمها بصراحة حلو أوي، أوي، جرّبوها إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. ممكن تعمليها بالسمك البلطي عادي يعني. المهم بعدها بشوية عملنا فشار. وقُلت بقى إيه أمسك أجيب أنا كان عندي اللي هو توابل الكاتشب وتوابل اللي هي الشطة والليمون. بصراحة بالشطة والليمون دي طلعت وحشة، مش حلوة بصراحة. جِبت اللي هي بالكاتشب دي ولادي حبّوها جدًا وبتبقى حلوة برضُك على البطاطس، فبدأت إن أنا أستخدمها كده. زي ما أنتم شايفين كده بيبقى برضك بُصّوا بتدّي طعم للفشار كإنِّك شارياه من برّه، كإنِّك شارياه في الأكياس اللي هي بتتباع برّه جاهزة يعني وكده. زي ما أنتم شايفين يا بنات عايزة أقول لكم هي بس إيه، عشان أنا ما كنتش مالكة كنت باصوّر وما كنتش عارفة، وسمسم طبعًا قاعد يعمل برضك الناحية التانية بالشطة والليمون. فما كانتش زي ما قُلت لكم حلوة. وفي طبعًا بطعم الجبنة، بيكون طعم الجبنة أحلى بكتير برضه، بس أنا ما شُفتوش قدّامي، لمّا أشوفه قدّامي هابقى أجيبه للأولاد. الأطعم دي بتبقى حلوة أوي الsnacks الحاجات الحلوة ديًا بصراحة. زي ما أنتم شايفين بقى تعالوا على المطبخ بتاعي يضرب يقلب. عايزة أقول لكم الدنيا عندي مش تمام، كان عندي مواعين أصلًا قبلها بيوم ما كنتش غسلتها. واللي يقول لي: "يا منى أنتِ ما بتشغّليش غسالة الأطباق؟" لأ طبعًا باشغّلها الحمد لله. عايزة أقول لكم عملت لي كوباية كركديه يضبط مزاجي كده ويخلّيني إيه، أعرف أفوق. أنتِ كمان لمّا تيجي تشتغلي اعملي لِك حاجة كده تفوّق
أي مشروب أنتِ بتحبيه، يعني اللي هو سواء ساقع أو سُخن، أنا من ضمن الناس اللي بتحب السُخن بصراحة، فأنتِ بقى اعملي لك مشروبِك وحطّيه جنبِك كده إيه، وركّزي مع نَفْسِك شوية، شوفي متطلباتِك، شوفي حياتِك. جالي سؤال كتير على طريق الإنستجرام منّا أنا جوزي نرجسي وعصبي وطماع وأناني، عايزة أقول لِك اوعي تدوّري على صنف الرجالة أكتر من كده، أنتِ لقيتِ كل الأصناف معاكِ، لإن كل الرجالة كلّها أطباعها واحدة والله العظيم. تفتكروا في مثل بيقول لكم إيه بقى، لمّا في واحدة جابت لجوزها 4 أنواع هم 4 بيضات، 4 بيض، فكل بيضة لون أحمر وأخضر وأصفر وبرتقاني مثلًا يعني، وحطتهم قدّام جوزها في الطبق وقالت له دوق البيض ده، فبعد ما داقهم ال4 قال لها: "مش شايف فرق هم كلّهم ال4 زي بعض طعمهم واحد." قالت له: "يا حبيبي كل النساء كده، كلّهم يعني أشكال وألوان بس الطعم واحد." أكيد أنتم فهمتوا قصدي. الرجالة بقى طبعًا الرجالة كتير مختلفة، كتير في اللي قاسي وفي الحنون وفي طيب وفي اللي بيعطي وفي اللي بيحس بمراته وفي اللي عصبي وفي اللي مش حنين وفي اللي عنده عدم المشاعر وعدم الحنان وعدم الاتصال الزوجي، طبعًا الاتصال الزوجي ده مهم جدًا، لو أنتم عايزين أبقى أكلمكم عليه في حلقة تانية، لأن الاتصال الزوجي ده بيبقى حاجة بتبقى حلوة بصراحة أمّا تبقي أنتِ وجوزِك متصلين كده وفاهمين بعض. المهم زي ما أنتم شايفين يعني اللي هي قالت لي الكلمتين، عايزة هاقول لِك على حاجة، الراجل أنا اتكلمت عنه في فيديوهات كتير تنمية بشرية، فيديوهات فاتت كتير في أول القناة، بس أنا بصراحة اللي هو باشوفه إن الرجالة دي زي الأطفال بالضبط، طريقتها زي الأطفال بالضبط، يعني في مثل بيقول لِك جوزِك على ما ابنِك على ما تربيه وجوزِك على ما تعوديه، يعني إيه يا منى؟ يعني جوزِك دي لو أنتِ مثلًا عمل غلطة اعتبريه طفل، يعني جوزِك اعتبريه طفل. بيحبِّك تدلّعيه وتسمّعيه وتطبطبي عليه وتدلّعيه وتبُصّي وتأكّليه في بُقّه وتعملي له اللي ما اتعملش، عشان يحس إنه بُصّي إن هو اللي على الحجر يعني بصراحة. حتى لو أنتِ عندِك ابن كبير هيغير من ابنِك الكبير عشان أنتِ تدلّعيه مكان ابنِك الكبير، هي الرجالة معروفة كده. المهم جوزِك ده اعتبريه طفل، لو مثلًا عمل غلطة لو أنتِ مثلًا عندِك طفل وعمل غلطة وأنتِ ضحكتِ للطفل ابنِك ده، ابنِك هيعملها تاني، هيفكّرِك أنتِ بتهزري بقى أو قبلتِ الغلطة ديًّا فبتهزري معاه، فعملها مرّة و2 و3 يعني شُفتِ بقى الحتّة جاية إزاي؟ يعني مثلًا جوزِك زعّلِك، جوزِك صدمِك، خِذلِك، عمل يعني سمّعِك كلمة مش كويسة، وأنتِ بقى من أول موقف قُمتِ ضاحكة بقى وخلاص عدّتيها، تاني مرّة عدّتيها، تالت مرّة عدّتيها، هي بقت عنده عادة، ما عادش هيخاف على مشاعرِك ولا عاد هيخاف عليكِ ولا عاد هيهتم بيكِ، ليه؟ خلاص أنتِ أخدتِ عليها، فهمتِ؟ فأنتِ لو من الأول صدمتيه وقُلتِ له لأ stop أنا عملتِ لنفسِك حدود معاه أو مع ولادِك أو مع أي حد في الدنيا تاني مرّة ياخد باله، أنتِ فاهمينّي؟ يعني اللي بيعمل كده إن أنتِ عوّدتيه، وطبعًا أصعب حاجة على الواحدة إنها تعوّد من غير ما تاخد بالها، يعني لو الواحدة خلّت جوزها يتعوّد على حاجة من غير ما تكون هي قاصدة، يعني مثلًا هنحط إيه، أنتِ مثلًا خلّيتِ جوزِك مرّة يشتمِك وضحكتِ وخلاص وما أعرفش إيه، وأنتِ مش قاصدة إن أنتِ تعوّديه على كده، يعني لأ أنتِ ابدئي بقى اقعدي معاه قولي له على فكرة النقطة 1، 2، 3 دي بتزعّلني، فزي ما أنت خدت عليه أنا هاخد عليها في حاجات خاصة بيّا، هيقول لِك بمعنى إيه؟ قولي له يعني خلاص هاعمل لنفسي حدود وما عادش هاعمل 1، 2، 3 برضه، زي ما أنت اتعودت أنا هاعوّد زي ما أنت اتعودت وأنا قبلت التعوّد بتاعك، أنت المفروض تحترم إن أنت برضك هتتعوّد منّي على الأسلوب 1، 2، 3 فطبعًا هو مش هيحب أسلوبِك اللي هو 1، 2، 3 فهيضطر يتنازل على وضعه اللي هو زعّلِك فيه، أنتِ فهمتِ المعلومة جاية إزاي؟ نشرحها تاني، بمعنى إن مثلًا أنا جوزي شتمني وقال لي كلمة مش كويسة، طبعًا أنا جه كلمني قُمت ضاحكة فخلاص الموضوع عدّى، مش هاقف له بقى على الواحدة يا منّة ونقعد نضحك وخلاص ونفوّت عشان خاطر البيت والولاد، طب خلاص يا حبيبتي استحملي بقى اللي جاي لِك منّه بعد كده، مرّة شتيمة، مرّة قلة أدب، مرّة بعد كده ضرب قلم، مرّة بعد كده هيطردِك من البيت، ما هو الحاجات دي بتجيب بعضها، لكن أمّا تعملي لنفسِك حدود تاني مرّة مش هيعملها، تاني مرّة هيحترمِك، وتاخدي لنفسِك وتقولوا له بُص تعالَ بقى نقعد كده مع بعض قعدة كده ونتفاهم مع بعض، أنت فيك 1، 2، 3 بيزعّلني، ولو أنت ما عملتهمش هتلاقيني باعمل لك 1، 2، 3 بيزعّلك، هتعملهم هتلاقيني ليّا رَد فعل أنت مش متوقعه، فطبعًا هو يخاف من رَد الفعل اللي هو مش هيتوقعه، اتقمصي، ازعلي، بس مش هاقول لِك واجباته طبعًا عشان ما حدش يقول لي ده منّة بتطلع توَحّي علينا، لأ الواجبات بتاعته اللي هي معروفة تحطّوا له أكله وشربه ووجباته اللي أنتِ فاهماها والحاجات دي كلّها، لكن هيحس إن هو ناقصه حاجة، ناقصه وجودِك، ناقصه كلامِك معاه، احرميه، احرميه من الحاجة اللي هو
بيحبها فيكِ، ضحكتِك، هزارِك معاه، مثلًا خلاص نومتِك مثلًا الكويسة، شكلِك، مظهرِك اللي قدّامه، في اهتمامات كده طبعًا إحنا كلنا أذكيا وعارفين كل واحدة اهتمامها بتجيبه منين، طبعًا أنتِ كل واحدة فاهمة طريقة جوزها بتعرف تجيب الاهتمام إزاي، فأنتِ اعرفي الاهتمام وبالذات الاهتمام العاطفي، إنِّك خلاص نقطة بقى العطاء بقى والعطف والحنان والدلع والحاجات دي كلّها، لأ أنا هامنعها بقى لحد ما أنت تضبط نَفْسك معايا، بعد كده هادّي لك العطف والحنان والدلع والهيصة اللي أنت عايزها دي كلّها. فطبعًا إحنا أذكيا، إحنا أذكيا، تقدر الست تشتغل في مليون شغلانة وعقلها بيشتغل في حاجة تانية خالص، الراجل لو أنت قُلت له خُد طفل امسكه بس واكنس وأنت شايله مش هيعرف، لإن الراجل بيركّز في حاجة واحدة بس، إنما الواحدة بتركّز في 500 ألف حاجة في وقت واحد، يعني أنا دلوقتي ممكن أنا باكنس بافكّر في حاجة تانية، عقلي مشغول، ممكن أكون شايلة حاجة، ممكن أكون باتكلّم في التليفون، شايفة ولادي قدّامي بيعملوا إيه، هكذا. هي الواحدة كده، دايمًا بتبقى بتفكّر في كذا حاجة، إنّما الراجل عقله بينشغل في حاجة واحدة، لو أنتِ سيطرتِ على عقله هيفضل في الشغل واخد باله منِّك، ده مراتي زعلانة، لازمًا أصالحها، لازمًا ما أعرفش إيه، اوعي تأخّدي حد عليكِ، سواء جوزِك، ولادِك، أي حد، وقت الهزار حلو، وقت الحاجات اللي بتزعّلِك دي لأ stop، سواء من جوزِك، إخواتِك، ولادِك، عماتِك، قرايبِك، خالاتِك، أصحابِك، أي حد في الدنيا، أي حد، لازمًا يبقى ليكِ حدود، لازمًا يبقى ليكِ احترام، لازمًا وجود، لازمًا وجودِك ده الناس تحسّه، لو أنتِ ما لقيتيش ناس تحس وجودِك، أنتِ مش هتحسّي إن أنتِ ليكِ كرامة أو اسم أو أي حاجة في الدنيا، ساعات بنضعف قدّام ناس بنحبها أي نعم، أنا مش هانكر، أنا ممكن أنا باضعف قدّام ناس باحبهم، بس بصراحة بارجع مع نفسي بالوم نفسي أقول لأ أنا ما كنتش كده، أنا إيه اللي بيخلّيني أكون كده؟ طب ليه؟ طب فين نفسي؟ إيه اللي خلّاني أدمّر نفسي؟ طب هُم لو كانوا بيحبوني وبيقدّروني ما كانوش عملوا فيّا كده، فأنتِ ابدئي احتوي نفسِك، احتوي نفسِك وسمّعي دايمًا كلام لنفسِك، ما حدش يقول لي جوزي ما بيسمّعنيش كلام حلو، يا حبيبتي الرجالة ما بيهمهاش الكلام الحلو، الرجالة دايمًا عايزة هي اللي تطبطب وتحنّق وعايزين ياخدوا ما يدّوش، حُطّي في دماغِك الرجالة بتحب تاخد وما تدّيش. عايزة أقول لِك أنا طلّعت لي بيجامة حلوة كده وحطيت الbody blush بتاعي body المهم أنا body splash وبعد كده زي ما أنتم شايفين رُحت هنا بقى أجيب الكريم الليلي بتاعي اللي هو من إيفا، أنا عندي كريم نهاري وكريم ليلي، وعشان طبعًا أروح باخده من تسريحة جانا بنتي بتاخده عندها، وجِبت الفازلين ده عشان أعمل رجولي كده وأهتم برجلي كده وكُعوب رجلي وجِبت اللي هو الماسكارا وجِبت اللي هو هنقول بقى يا بنات اللي هو اسمه ده lip gloss أو جنى بتقول له عليه اسم كده، إحنا هنقول اللي هو مرطب الشفايف يعني وخلاص يعني عشان جنى بتقول الاسم كده غريب، فطبعًا زي ما أنتم شايفين كده والواحد بقى يهتم بنفسه بعد غسيل المطبخ وتشطيب المطبخ، ولادي يسكتوا لأ يا ماما إحنا جعانين، مش هيسيبوني أقعد بقى متهنية باللبس اللي أنا لبسته، خدت لي shower محترم كده، أهم حاجة تفوقي لنفسِك وتحبي نفسِك، لو ما حبيتيش نفسِك ما حدش هيحبِك، لو ما اهتمتيش بنفسِك ما حدش هيهتم بيكِ صدقيني. حبّي نَفْسِك عشان كل اللي حواليكِ لمّا يلاقوكِ مهتمية بنَفْسِك هم يهتموا بيكِ. وطبعًا عايزة أقول لِك في آيات كتير في القرآن بتقول لِك لا ترموا أنفسكم للتهلكة، يعني اللي هو يعني آيات كتير، فعايزة أقول لِك حبّي نَفْسِك، ثم نَفْسِك، ثم نَفْسِك، ثم بدنِك، ثم نَفْسِك. أشوفكم